مساء الخير، مساء الورد، مساء العافية عليكم جميعا. نورتونا اليوم حلقة جديدة من ساعة بودكاست مع إسراء. طبعا اليوم سعيدة جدا باستضافة ضيفة مميزة وشخصية استثنائية بالنسبة إلي ولشهادة الجميع، تجمع بين التحليل، الفهم العميق للشخصيات، وكذلك هي طبعا متميزة بحياتها الخاصة. فنرحب بصديقة العزيزة قصص. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا وسهلا إسراء، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله تمام، نورتينا يا عمري. أنا اللي أسعد يا عمري. آه والله أول شي ابتداء قصص، طبعا أنت الأغلبية يعرفوك هنا على التيك توك. بس حابة إنه اليوم شوي يتعرفون على شخصية قصص، يعني خارج السوشيال ميديا، عن حياتك. فأعطيتك المايك إنه تعرفين عن نفسك، دراستك أو عملك بشكل عام. بس أحط القهوة عشان اليوم شكلي حنفضح معاك يا إسراء. لا، أخذي كل راحتك وريلاكس عادي. أوكي. شو حابة تعرفي؟ حابة تعرفي يعني شو دراستي، تخصصاتي؟ أي بالضبط، يعني بشكل عام حتى الناس تعرف يعني قصص خارج السوشيال ميديا، أوكي. حتى ولو شيء بسيط. أنا عندي إجازة في التجارة والاقتصاد. بعدين سويت ماستر في الموارد البشرية. بعد الماستر اشتغلت في التأمينات. بعديها في مجال في Communication Promotion Department لجامعة دولية في المغرب. يعني العمل كان عبارة عن سفر. أنت بتسافري عشان تبحثي عن عملاء جداد، خصوصا أن اليونيفرسيتي كانت برايفت وشوية expensive. بس في نفس الوقت أنت بتبحثي عن بروفايلز، لأن أي جامعة يعني السمعة ديالها بتبدأ من الخريجين. أوكي. بعدين هون في اليوكي كنت عملت عمل تطوعي كمترجمة. بحكم أني بتكلم 5 لغات بس ترجمت ب4. ما شاء الله. في في الومن ريفيوج. يعني الناس اللي ما تعرف الومن ريفيوج هم الملاجئ ديال النساء اللي النساء بتلجأ لهم في حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، لما بيكونوا تحت التهديد. فصراحة كانت تجربة شوية مختلفة very rewarding، يعني job، لأنك تحسي بتعلي عندك التعاطف. تعرفي كيف تتعاملي مع الناس اللي هم under trauma، الناس اللي بيعانوا يعني من صدمات. فكانت تجربة حلوة صراحة. خلاص يعني هذا باختصار. والله فشي يعني مشرف، ما شاء الله عليك. قصص، طبعا ما استغرب، يعني اكيد وراء هذه الشخصية اكيد الكثير. أنا أعرف إنه قصص أنت فنانة، طبعا يمكن مو الكثير يعرفون. ما شاء الله على رسماتك تجنن. فممكن إنه تتكلمين عن تجربتك بالفن، كيف اكتشفتي موهبتك، شنو تأثيرها على حياتك بشكل عام. أم، شوفي، هو الفن ممكن تاخديه على أساس أنه فطري. يعني يمكن أنا بديت الرسم من كانت عندي 6 ولا 7 سنوات. شوفي، الرسم هو موضوع مربوط بالسبجكت ديال اليوم اللي هو الذكاء الاجتماعي. آه، أحس أن الفنانين عندهم قابلية للتعاطف. أنا هذه اكتشفتها يمكن لما اشتغلت في الومن ريفيوج ولا في ملاجئ النساء. اكتشفت أن لا، يعني الفن بيساعدك عشان انت لما تكون يعني بترسمي، فطبيعي انك بتراقبي الناس، فبتحاولي انك تتخيلي مشاعر الناس، تحسي يعني لازم انك تمسكي المشاعر عشان تقدري انك تجسديها في ورقة. اوكي. ف
الفاكت اني كنت طول الوقت يعني براقب الناس، بحاول انتبه لمشاعرهم، تعابير وجههم، حركات الجسد، عشان ممكن اقدر انني يعني so I can illustrate it، يعني انا paper اقدر انني يعني اعيد اجسده في الورقة. آه، ساعدني كتير، يعني تحسي انه بيساعدك حتى في مجال العمل، في مجال الفن. الفاكت انك بتلاحظي، تكون عندك دقة ملاحظة، كيف بتنتبهي يعني لأبسط التفاصيل. آه، بالضبط. فهو هذا يا إسراء. بالضبط basic. أتفق، يعني الرسام ينتبه على التفاصيل يكون عنده مخيلة أساسا، يعني خياله أوسع يكون من الشخص العادي فيلاحظ امباثي. الأمور بعمق. ايه بتكون احس كل الفنانين ذكيين عاطفيين. اوكي، يعني الذكاء العاطفي عند الفنان بيكون عالي. الذكاء الاجتماعي ممكن مكتسب، راح نحكي عليه يمكن اليوم بالتفصيل. بس عاطفيا انت لازم لما تكون بترسم لازم تكون بتمسك المشاعر ديال الانسان، ولا تقدر انك تقرا المشاعر ديال الانسان عشان ممكن انك تقدر تجسدهم. حلو. يعني من هذا الموضوع ومن حتى انه يعني العمل عندك والمهنة، التعامل مع النساء، من خلال دراستك وعملك اهتمامك بالفن، يعني عندك حس ملاحظة عالي وفهم للتفاصيل. هذا يخليني انه ادخل بشكل مباشر لموضوع الحلقة اليوم اللي هو الذكاء الاجتماعي. راح ادخل الموضوع بسؤال بسيط وواضح ومباشر. قصص يعني بشكل مباشر، ما هو الذكاء الاجتماعي يعني للمستمع حتى يفهم. اوكي، شوفي، هو الذكاء الاجتماعي ممكن ألخصه لك بأنه فن فهم السلوك البشري. يعني كيف انك تقدر تقرأ وتفهم الإنسان عشان تربط معاه علاقات آه، صادقة وقوية. اوكي، أبسط المعلومة عشان ممكن تبان نظرية كتير. أي إنسان، يعني العقل البشري بيشتغل على مستويين. أوكي، في مستوى الوعي وفي مستوى اللاوعي. الوعي هو الكلام اللي احنا بنقوله، يعني شو انت بتقولي، يعني الكوميونيكيشن، way to communicate. اوكي، وفي اللاوعي اللي بيتجسد في لغة الجسد، الإشارات الغير اللفظية، ممكن نبرة الصوت. فهاد المستويين يا إما بيتلاقوا يا إما بيتضاربوا. أوكي، بس الحاجة الأكيدة أنه اللاوعي هو دائما صادق. يعني لغة جسدك مستحيل تكذب، مستحيل. أوكي، بينما الكلام هو نسبيا صادق. يعني لأنك أنت لما بتتكلمي في القيود الاجتماعية، أنت مجبرة بعض المرات أنك ما تكوني صريحة لأبعد درجة، ولا لأنك إنسانة ممكن مجاملة بالطبيعة، ولا لأن في ظروف ما تسمح لك أنك تعبري عن الأشياء اللي فعلا أنت بتفكري فيها. فلما لغة الجسد ما بتتوافق مع مع لغة الكلام، فهمتيني، هناك يتدخل الذكاء الاجتماعي. حلو. أنا اليوم عشان أربط معك علاقة صادقة يا إسراء وحقيقية، أنا لازم أربطها بناء على مشاعرك الحقيقية، ولا على نواياك الحقيقية، ولا على الشيء اللي تقصديه. أنا مش ممكن أربطه على سراب اللي هو كلامك، خصوصا إذا ما بيطابق لغة جسدك. أنا أعطيك مثال. أم، الإنسان مثلا لما تعرفي حركة السبابة والإبهام، لما بتمسكي الذقن وبتقعد يعني تحكي في ذقنك بإبهامك والسبابة. تعرفون كلكم هذه الحركة. أوكي، هذه الحركة معناها أن الإنسان يعني في حالة تشكيك. أوكي، يعني هو مش متأكد من الشيء، أو في صراع داخلي، في صراع داخلي عنده. فتخيلي معايا موقف، انت مثلا في اجتماع عمل، اوكي، و... وبتعملي برين ستورمين مثلا على افكار، وبيجي انسان يعني كوليج، زميل معك في العمل، بيتكلم معك
وبيقول لك شوفي يا قصص، ترى أنا عندي فكرة عبقرية، لكن في نفس الوقت هو بيعمل حركات الإبهام والسبابة على ذقنه. يعني مش واثق يعني بحاجة. انت exactly، يعني انت اليوم بتقول لي ان عندك فكرة عبقرية، وعيك بيقول لي فكرة عبقرية، بس لا وعيك بيبين لي انك في الداخل انت مش فاهم ان هذه الفكرة فعلا عبقرية. فانا مثلا كإنسان ذكي اجتماعيا، اللي حاعمله اني حسمع الفكرة، اوكي، بس حناقشه فيها، وانا عارفة اني ما حاخد لا ردة فعل دفاعية ولا ردة فعل هجومية، لانه هو داخله هو اصلا مشكك في فكرته. اوكي. صح. فلما نوصل لهذه النقطة احنا بنوصل لواحد اللي هو التفاعل الفعال، فهمتيني؟ انا حابة اوصل لنتيجة فعالة. وفي بعض الامثلة مثلا يكون فيها لغة الجسد مم. بتطابق يعني الكلام. شوفي احسن مثال نعطيه لك هو حسين قسمة ونصيب. مم. خير. طب حسين قسمة ونصيب، اذا لاحظتي انه في سيزون 4 كل ما يبدا في تي ار، اوكي، والفي تي ار يكون الموضوع مزعج، فهمتيني؟ اول شيء بيعمل حركه غريبه. الحركه هو انه مثلا بيمسك الجسر تبع الانف ديالو وبيسكره، او بيسكر عينيه، وبعض المرات بيحك يعني في التشيكس. يعني شنو هي التشيكس؟ يعني الخدود. اوكي. صح. بالعموم هو حركات. بيلمس الوجه، ولكن بيلمسه بحركات مغلقة، إذا فهمته. فدائما لما بيعمل هذه الحركة أنا بعرف إن في عركة، وأكيد ودائما بتكون في عركة، لأن في الآخر الموضوع مزعج، وهو بيبين على انزعاجه، وبيقول مثلا ملاحظة اللي بعديها ممكن أنها تقوم عركة. فالموضوع هنا ولا المثال هنا ديال حسين أن حركة الجسد مطابقة للكلام، أوكي، مطابقة للفعل. فعندك هاد الحالتين، يا اما بتلقي ناس لغه جسدهم مطابقه للكلام وهنا كتعرفي كيفاش تتصرفي معاهم، وفي ناس لا، لغه جسدهم وكلامهم هو مختلف. وانا المقارنه هنا اللي كتعطيني الحقيقه، تخليني انني انا اعرف كيف اتصرف معك، اعرف كيف ابني علاقه معك، اعرف كيف ابني الثقه اللي هتوصلنا لعلاقه صادقه وحقيقيه. طيب. يعني قصصنا حتى نتدرج بالموضوع لأن عندش أسئلة كثير. يعني ببساطة يعني بشيء مختصر أو بجملة واحدة قادرين تعرفين الذكاء الاجتماعي من كل هذا الكلام. شوف، هو القدره على فهم الاخرين والتعامل معهم بفعالية، آم، وبطريقة تبني بيها علاقات إيجابية. حلو. هذه هي الفكرة. حلو ممتاز. طيب يعني بنظرك الذكاء الاجتماعي هل هو بالفطرة يعني شيء فطري أم مكتسب؟ يعني الإنسان ممكن يكتسبه خلال معرفته وتعلمه بالحياة. أم، شوفي، هو ممكن يكون الاثنين، مزيج بين الاثنين. مم. في ناس بالفطرة هم بيولدوا عندهم قدرة على التعاطف، هادو موجودين حتى في بعض الدراسات في علم النفس، يعني كتخليك يعني تيست بتعرفي يعني البيبل. الله أكبر. طبعا قصص فرق بالتوقيت بيننا وبينها. يمكن هذا أذان العشاء عندهم. منورين الكل. شيل الأذان، أنا عندي في تليفوني الأذان. عادي عادي قصص. الله أكبر. فال أوكي، الفكرة إنه هو مزيج بين الاثنين، ممكن يكون فطري ومكتسب في نفس الوقت. هو في ناس فطريا بينولدوا عندهم قدرة على التعاطف، أوكي، هاد الناس أصلا في علم النفس بنعمل لهم تيست بيتسموا الإمباتيك، يعني الناس اللي هم إمباتيك يعني زايدة عندهم الإمباتي. أم، بس الفطرة هي بداية، والذكاء الاجتماعي هو في الأغلب ولا في المعظم هو مكتسب، لأنه هو عبارة عن مهارات. هو عبارة عن مهارات، هو عبارة عن خبرة، هو عبارة عن تمرين.
يعني الإنسان لازم تتمرن، يعني أو يعني فترات كتيرة مع ناس، لأن البشر في حد ذاتهم هم ناس معقدين، يعني عندهم طبقات كتيرة، إنسان متغير متقلب. فمش ممكن إنك تعتمدي على الفطرة، هي الفطرة بتساعد، بس أكيد لازم إنك يعني تطوري الذكاء الاجتماعي عبر يعني الاكسرسايزنج. مهم. وممكن عبر الاختلاط بالناس أكثر، التعامل مع الأشخاص بشكل أوسع عبر يعني. الملاحظة، مش مم. الاختلاط necessarily، لا مش مهم. الاختلاط، هو عبر الملاحظة وعبر الاستماع. شوف، أهم حاجة في الذكاء الاجتماعي هو الاستماع، مش بس الاستماع العادي، هو الاستماع الفعال. أوكي؟ أنا لما بسمعك مش وأنا بفكر شو بدي أجاوبك، ولا كيف بدي أقول حاجة عشان أبهرك، ولا حاجة أبين نفسي أنني أنا مهمة. فهمتيني؟ في ناس كده تكون تسمعك بس بتفكر في الجواب، شو راح تقول لك، كيف تقدر تبهرك، كيف تقدر كذا. أنت لما تسكتي هذا الصوت الداخلي وتسمعي للإنسان وتركزي فيه، حتى الإنسان بينتبه، لأن الناس they want to be seen، الناس حابة أنها تكون مهمة، أن تحس أنك أنت مهتمة. فلما بتسمعي بطريقة جيدة، أكيد أن الفيدباك بتردي مش على الكلام اللي انقال، على ما وراء الكلام، فهناك تبني الثقة. فالاختلاط مش مهم، تقدري تلقاي ناس انطوائيين بس عندهم ذكاء اجتماعي، لأن المهم هو الاستماع والملاحظة. طيب يعني ما الفرق بين قراءة الناس وبين فهم الناس؟ يعني هل أكو مقارنة إنه أنت تقرأ أفكار الناس وبين إنه تفهمهم، ولا هو نفس المعنى؟ أم لا، في فرق. ممكن تقولي أن قراءة الناس هي سطحية، لكن فهم الناس عميق. يعني أنا لما بقرأ الناس بفهم شو حاصل. لما بفهم الناس فأنا بعرف الأبعاد والأسباب. يعني أنا ممكن أقرأ الناس، ممكن أعرف مثلا أن هذا الإنسان لغة جسده هو متوتر، ولا هو متحمس، ولا ممكن هو بيخفي شيء وكلامه عكس الأشياء اللي بيقولها. بس لما بفهمه أنا بحط نفسي مكان هذا الشخص، بفهم الدوافع، بفهم السياق، فهمتيني؟ بفهم الحالة النفسية اللي فيها هذا الشخص، بفهم حتى الثقافة. على فكرة حتى لغة الجسد تختلف على حسب الثقافة اللي جاية منها الإنسان. يعني السنة يعني تحسين بهذا الشخص، يعني فهم الإنسان أن تحس بهذا الشخص، تحس بمشاعره أكثر. exactly. مهم. هو يدخل فيها جانب التعاطف، كيف انك تحسي بهذا الشخص. فممكن تقولي ان القراءة بتكون سطحية، لكن الفهم اعمق. فلما تكوني في الذكاء الاجتماعي، ولما نتكلم عن الذكاء الاجتماعي فهو مزيج بين الاثنين. انا لازم اقرا في الاول قراءة سطحية، مهم. ولازم أوظف هذه القراءة عشان أفهم شو دوافع هذا الإنسان، وشو الأشياء اللي ممكن تحفزه، عشان ممكن أن احنا نتواصل بطريقة حلوة، ولا ممكن نتعاون عشان ممكن تستعمليه في حياتك الخاصة، في حياتك العاطفية، في حياتك العملية. بالعمل، أي مهم بالعمل. طيب لما نقول إنه ذكاء اجتماعي، هل هذا يعني لباقة الكلام؟ طبقة جزء، بس هي جزء من الذكاء الاجتماعي. كيف تعرفي أنك توصلي الفكرة بطريقة لبقة؟ بس مش هي الذكاء الاجتماعي، لا، هو الذكاء الاجتماعي عبارة عن المزيج ديال كل هادشي اللي قلت لك. هي انك مهم. تستمعي، هي انك تلاحظي، هي انك تقري الانسان، هي انك تكوني منتبهة للتفاصيل، هي انك تتعاطفي معاه. وفي وسط هادشي كامل بيجي اللباقة اللي هي فن الكلام. كيف توصلي الفكرة بطريقة يعني يستوعبها الشخص ويتقبلها، حتى لو فيها نقد، او حتى لو هي معاكسة لفكرته. يعني نقدر نقول إنه اللباقة بالكلام هي وسيلة حتى نقدر إنه نوصل فعلا لفهم الناس أو قراءة الأشخاص أكثر، يعني وسيلة تساعدنا. طيب شنو أول علامة تدل على أن الشخص اللي أمامك هو فعليا ذكي اجتماعيا؟ يعني مواصفات الذكي الاجتماعي أو الشخص اللي يمتلك ذكاء اجتماعي. طريقة تفاعله مع الناس،
هذا ممكن أكبر مؤشر تعرفي به أن الإنسان هو ذكي اجتماعيا، أنه يقدر يتأقلم مع الناس، يعني بيقرأ الناس، بيفهم مشاعرهم، وتلاقي أنه بيغير نبرة صوته، بيغير لغة جسده عشان يوافق الإنسان اللي قدامه. فتحسي لا، أن هذا الإنسان ذكي اجتماعيا، يعني ممكن حتى بالنظر تفهمي أنه هو إنسان ذكي اجتماعيا. حلو. يعني هذا بشكل عام احنا تناولنا موضوع الذكاء الاجتماعي بشكل عام. إذا نريد ندخل على يعني فائدة أو تأثير الذكاء الاجتماعي بالعمل، يعني احنا مثلا أغلبنا هنا أشخاص مثلا عندهم وظيفة أو مهنة، أي مجال بالعمل يتطلب من عندنا ذكاء اجتماعي. فهو السؤال بشكل عام، هل في العمل الذكاء الاجتماعي أهم من الذكاء الأكاديمي، يعني ذكائك بمهنتك نفسها؟ الموضوع يعتمد على نوع المهنة. يعني لو أنا في مهنة تتطلب مني مثلا تقنية، أوكي، نقولوا مثلا مهندس، طبيب، في البرمجة كذا، هقول لك لا، هون ذكائك الأكاديمي أهم من ذكائك الاجتماعي. أوكي، علشان في الأول والأخير نوع المهنة هي اللي بتحكم. بس إذا أنت في مهنة فيها اختلاط مع الناس، مثلا مدير مبيعات، ولا مدير مشروع، ولا مستشار، ولا ممكن حتى سياسي، أوكي، هاد الناس هادو تتطلب منهم، أقول لك لا، أقول لك هنا ذكائك الاجتماعي أهم من ذكائك الأكاديمي. بس هو بالعموم الدراسات بتقول أن الناس اللي بتجمع بين الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي بيكونوا ناس أنجح. بس ما في قاعدة صراحة. أنا أعطيك مثلا مثال، مهم. هنقول لك بيل جيتس ولا إيلون ماسك. أوكي، بيل جيتس ولا إيلون ماسك هم من أغنى أغنياء العالم. مهم. هل أنت تعرفين أن مثلا بيل جيتس ولا إيلون ماسك هم ناس عندهم توحد اجتماعي، عندهم أسبرجر سيندروم يا إسراء؟ لا، هذه معلومة بسمعها منك، إيه. بس هذا نعرف إنهم الناس من عندهم، الأغنياء. هم من أغنى أغنياء العالم، بس عندهم توحد مم. اجتماعي، عندهم ما يسمى الأسبرجر سيندروم. والأسبرجر سيندروم بيخليك أنك عندك lack of empathy، أنت ما تقدر حتى لو أنت حاب، انت ما تقدر انك تفهم مشاعر الناس. فهم ما بيستطيعوا انهم يفهموا مشاعر الناس. شوفي مثلا انترفيو ديال بيل جيتس ولا انترفيو ديال ايلون ماسك، هتفهمي من لغة جسدهم. هم لما بيجلسوا في الانترفيو ما بيقدروا يبصوا للناس في عينيهم، يعني بتلاقيه انه بيبص يمين وشمال، ورجليه يعني بتتلاقى مع بعض لتحت، او ممكن حتى انه يلاقي ايديه، يعني تعرفي كأنك بتشبك ايديه كما بيشبكوا ايديهم الاطفال مع امهاتهم، كأنه بيحس بالامان. فهو يعني he's in an uncomfortable situation، يعني حاس مم. نفسه انه متضايق في السوشيال سيتويشن. مع العلم انهم ناس ناجحين جدا. ليش؟ لانهم اختاروا مجالات بتناسب القدرات ديالهم. فهم في مجال المعلوميات، في مجال الاختراعات، في مجال كذا، فأبدعوا. يعني مش بالضرورة صراحة، أنا أشوف أن الذكاء الاجتماعي ممكن يفيدك حسب نوع مهنتك، لكن هو بالعموم مفيد، لأن في الحياة الاجتماعية ديالك، ديال day to day life، حل النزاعات في حياتك مع أطفالك، في حياتك العاطفية، في حياتك في الصداقات، لا هو شيء بينفع يعني كسكيلز، مهم ان الانسان يكتسبه. يعني في أشخاص طيب. يتميزون بالذكاء المهني، ما ضرورة مثل اللي ذكرتي، بس يبقى في إنه بعض المهن إنه تتطلب ذكاء اجتماعي، مثلا التسويق، مثلا بناء براند شخصي. فكيف ممكن الشخص يخدم الذكاء الاجتماعي عنده في التسويق أو بناء براند شخصي؟ يعني أنت ملمة بالتسويق أكثر، يعني إذا عندك حلو. مثلا خطوات معينة. حلو. آه شوفي، هو التسويق بصفة عامة يعني انت بتعتمدي على العامل البشري، على بناء العلاقات. اوكي، فاول شيء آه الذكاء الاجتماعي بيساعدك على انك تحللي الجمهور المستهدف.
أوكي، يعني شو الفئة المستهدفة، شو اللي بيثير اهتمامها، شنو هي ميولاتها. فبالتالي انت بتقدري يعني تصممي رسائل تسويقية بتناسب احتياجات هذه الفئة اللي انت بتستهدفيها. بيساعدك كمان على إدارة الأزمات. مثلا يعني الإنسان اللي ذكي اجتماعيا بيتعامل مع النقد والتعليقات السلبية بطريقة ذكية وهادئة، بتخليه، وهنا ركزي معايا، بتخليه انه يحول النقد الى فرصة لتعزيز هذا البراند ديالو. اوكي، هذا هو الكي ووردز، انك تحول حتى الانتقاد الى فرصة. ممكن تساعدك في التفاوض، في الإقناع. عشان انت عاوتاني لو ذكي اجتماعيا انت راح تفهم دوافع العملاء اللي معاك ولا الشركاء، وممكن انك تقدر تقدم لهم عروض مغرية. هي اصلا شوفي، حتى في التسويق في شيء، يعني في الناس اللي يعني بتشتغل في التسويق بتعرف شيء اسمه الباير بيرسوناز. اوكي، هم تصنيف شخصية العملاء، فهمتيني؟ في العميل المستعجل، في القيادي، في كذا نوعية يعني من شخصيات يعني العملاء. فإذا أنت فهمتي هاد الناس، إذا أنت فهمتي دوافعهم، إذا أنت فهمتي احتياجاتهم، فأنت كإنسان ذكي اجتماعيا بتكون أكثر مرونة، يعني تعرف كيف تخاطبهم بطريقة تلمسهم وتخليهم هم مقتنعين بالشيء اللي انت بتساويه. اوكي، بالضبط. اذا جينا نتكلم على البراند الشخصي، فالبراند الشخصي اهم حاجة فيه اذا حابب تنجح هو انك تتميز عن الناس. اوكي، فالبراند القوي هو اللي يبين ان الشخص بيفهم الاخرين وقيمتهم. اوكي، يعني مش ممكن تكون مثلك مثل أي شخص، يعني أنت لازم تحاور الناس ولا تفهم الناس ولا تبين أن عندك مصداقية كبيرة. وهذا الشيء الإنسان اللي ذكي اجتماعيا سهل عليه يبني الثقة مع الناس. أوكي، سهل، يعني عشان هو بيفهمك، عشان هو عارف مشاعرك، عشان هو إنسان متعاطف. فلما بتنبني الثقة بتصير أنت إنسان مميز، ولا بتصير البراند ديالك مميزة. الشيء الثاني هو طريقة التواصل. في البراند الشخصي الناس بتستعمل كتير وسائل التواصل، مثلا لينكدين ولا منصة إكس ولا إنستغرام. فبيساعدك على كيف تعرف تتفاعل مع الجمهور ولا المحتوى، عشان يمكنك مثلا من أنك تصيغ منشورات ولا رسائل تجذب بيها الناس للبراند اللي عندك. فهمتيني؟ يعني هو اختيار الكلمات، هو اختيار الأشياء اللي فعلا تلمس الفئة اللي أنت بتخاطبها. بتخاطبهم بالضبط. طيب، كيف نقرأ ممكن يعني بالعمل مثلا نقرأ أفكار المدير أو زملاء العمل لكن بدون مبالغة، يعني قراءة فيها فائدة تنعكس على تقديمنا للعمل لكن بشكل إيجابي؟ يعني هل في ممكن قراءة أفكار بس تعود علينا سلبي؟ كيف تكون قراءتنا لأفكار زملاء العمل أو الشخص اللي نخاطبه أو مديرنا لكن تكون شكل إيجابي تأثيرها؟ انت قصدك يعني كيف تزيد يعني من تحسني أدائك، يعني وانت فاهمة مديرك والناس اللي مهم. بتشتغل معك، هذا القصد يا إسراء؟ مهم. اوكي. بالضبط. شوف، هي القصة انك ما بتقرأي افكار. اوكي، انت بس بتلاحظي وبتكوني مرنة، يعني بتعرفي انك كيف تتعاملي مع الناس. ف كاينين فيو ستيبس ممكن انك تستعمليهم. اول شيء لازم الملاحظة، observation is very important. يعني تلاحظي لغة الجسد للناس اللي بتشتغل معك، سواء مديرك أو زملائك. مثلا كيف how they position their hands، يعني كيف بيوضعوا إيديهم،
تعابير الوجه، حركة العينين، كيف بيجلسوا. يعني إذا الإنسان بيشوف بطريقة متكررة مثلا وما بيبتسم، فمعناه أنه قلق أو منزعج. إذا الإنسان بيبتسم بطريقة حقيقية وبيعطيك اتصال بصري، هذا دليل على أنه راضي مثلا على الشيء اللي أنت بتقدمه أو مرحب بالشيء اللي بتقدمه. تنتبهي لنبرة الصوت، يعني الارتفاع، الانخفاض، التوقف المفاجئ، كل هذا الشيء يمكن أنه يعني يعطيك نبذة عن المشاعر الداخلية للإنسان. في قراءة الاحتياجات ولا الدوافع، which we call understanding motivation. okay. هذه أشياء أو تانية مهمة عشان تساعدك في التعاون يعني العملي، أنك تسأل نفسك إيش اللي يحفز مديرك أو زملائك. أوكي؟ مثلا مديرك ممكن بيقدر الإنجاز ولا الالتزام ولا الإبداع ولا المبادرة. أوكي؟ زملائك مثلا يكونوا بيفضلوا التعاون ولا الاعتراف بالمجهود، أو لا فقط حابين بيئة عمل مرنة يعني. بالضبط، عمل آه، جماعي team work. Yes. يعني إذا بتعرفي هذه النقاط بتساعدك أنك تقدمي نفسك أو عملك بطريقة تتوافق مع توقعاتهم هم. أوكي؟ في third step اللي هي to adapt communication style، يعني أنك تكيفي الأسلوب التواصل. ففي أشخاص مثلا بيفضلون التفاصيل الدقيقة، أوكي؟ والآخر مثلا بيحب الملخصات السريعة. فأنت لازم تلاحظ الأسلوب اللي الناس بتفضل تتواصل به. هل هم بيحبوا مثلا إيميلات، ولا بيحبوا مثلا الميكرو ميتن، يعني الميتن الصغيرة اللي بيحبوا فيها يعني الفيس تو فيس، أنك تكلمهم على المواضيع. هل هم مثلا بيتجاوبوا مع الرسائل اللي هم مباشرة، ولا لازمهم شرح طويل ومفصل؟ فأنت لازم تضبط أسلوبك بالطريقة اللي هم بيفضلوا يتواصلوا بيها عشان تقلل الاحتكاك. اوكي. حلو. في كمان هذه مهمة جدا اللي هي to be proactive، يعني انك تتنبأ بالمواقف ولا تسبق الاحتياجات. اوكي. فانت لما تكون بتلاحظ، حاول تتوقع الشيء اللي يحتاجه مديرك او زملائك قبل من انه يطلبوه. أعطيك مثال. مثلا مديرك كل ما مثلا يقربوا مواعيد تسليم هو بيصير متوتر مثلا، فهو لما بيتوتر ممكن أنت تسبقي هذا الشيء أنك تقدمي مثلا ملخص ولا حلول جاهزة على إذا تأخر التسليم ولا إذا كذا شو ممكن إن إحنا نساوي قبل من إنه يطلبوا. فأنت بتنقصي عليه التوتر، وهو شيء يعني it's very important يعني to be proactive عشان يحسن حتى من البيئة العملية اللي أنت فيها. بالضبط. الشيء الثاني اللي ممكن تعمليه هي إدارة الانفعالات ولا إدارة العواطف، which we call برافو. emotional regulation. okay. مهمة هاي النقطة. انك انت تكون هادئ ومستقر عاطفيا حتى في المواقف الصعبة. هذا الشيء انت قد ما تكون انسان هادئ الناس بتثق فيك وبتيجيك اول واحد، عشان انت you can handle the hard situation. اوكي. شيء تاني انك مثلا تستفيد من الفيدباكس تبعهم. اوكي. which we call the feedback awareness. ف هنا الذكاء الاجتماعي بيلعب دور كبير، لأنك لازم تلاحظ الشيء اللي بيقولوه والشيء اللي ما يقولوه. أوكي. يعني هل هم بيستعملوا أسلوب مديح صريح ولا بينتقدوا انتقاد مباشر؟ هل هم يعني بيعملوا تعليقات عابرة؟ يعني تعرفون هذوك اللي كنسميوهم الفرويديان سليبس، يعني زلات اللسان الكاشفة. يعني في بعض المرات تعابير عابرة بس بتكشف عن آراء الناس الحقيقية. فهذا الشيء لازم أنك تكون يعني فعلا منتبه له. قد ما انتبهتي لهذه المسائل قد ما بتحسن المردودية ديالك في العمل، بتحسن البيئة،
بتحسن الورك تيم، وبتخلي ان الناس يعني البيئة اللي انت بتشتغل فيها بتكون صحية لأنها بتنقص فيها الاحتكاكات. حلو. طيب، نطلع شوية من العمل. أسألك هذا السؤال، يعني أحيانا الناس يستخدموا مصطلح المجاملة أو المجاملات بشكل عام، فهل المجاملات هي ذكاء اجتماعي أم هي نفاق؟ أه شوف، المجاملة إذا صادقة هي ذكاء اجتماعي، إذا كاذبة هي نفاق. أوكي؟ يعني أنت كإنسان ذكي اجتماعيا مسموح لك انك تجامل، بس في حالة اذا انت فعلا مقتنع بالشيء اللي بتقوله وما بينافي قناعاتك. اوكي؟ مثلا اليوم اسراء البودكاست ديالها كان جميل، فهمتيني؟ فانا اجي اقول لك انا فعلا استمتعت بالبودكاست وانتي محاورة جيدة يا اسراء، وحبيت الجو، حبيت كذا. بس انا هذه مجاملة بس هي حقيقية، يعني هي بتنبع عن الشيء اللي أنا حاساه، يعني ما بتنافي قناعاتي. بس لما أقول لك أنا هذا الشيء وأنا بفكر عكسه ولا عشان مصلحة مهم. مؤقتة، هذا نفاق. ف برافو. it's depend على الصدق صراحة. يعني في شوفي قصص، في مصطلحات يعني نستخدم ذكاء اجتماعي، دبلوماسية، مجاملة. يعني قدرين تعطينا يعني باختصار الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ الدبلوماسية هل هي ذكاء اجتماعي أم هي جزء، أم هي ما لها علاقة هي شيء ثاني؟ المجاملة كذلك، والذكاء الاجتماعي أنت تكلمتي عنه. أحس ما لها علاقة الدبلوماسية. شو أصل الدبلوماسية؟ بتستعمل فقط في حل النزاعات. أوكي؟ ممكن اليوم تلقي إنسان ذكي اجتماعيا بس مش دبلوماسي، بيفضل الصراحة المؤلمة، مع انه ذكي اجتماعيا. ممكن يعني مش يعني انا ممكن اقراك وممكن انا اللي بقرر شو بساوي بالمعلومة اللي انا عندي. انا قريتك وفهمتك، بس انا قررت اني اكون معك صريح رغم اني انا فاهم شو الموضوع. اوكي؟ بس الانسان الدبلوماسي هو انسان يعني آه بيعرف كيف يحل النزاعات، هي فقط الموضوع مختصر على النزاعات. بينما الذكاء الاجتماعي لا، الذكاء الاجتماعي هي أكتر بكتير، يعني أنك تفهمي شو اللي بيصير حواليك، تفهمي الناس، طبيعة الناس، كيف تتعاملي معاهم. مش بالضرورة في النزاعات، ممكن تكون في الداي تو داي لايف. ممكن أنت اليوم يا إسراء تيجي تتصلي بي عندك مشكل، حابة تحكي مشكلك. أوكي؟ أنت حابة تحكي لي مشكل، فأنا إذا سمعتك عن جد، يعني سمعتك حقيقيا، وحاولت أفهم ما وراء كلامك، وحاولت أعطيك حلول، وحاولت أنني أبين لك فكرة أني أنا مهتمة بإسراء وبكلام إسراء وأبني معك الثقة، فأنا استعملت ذكائي الاجتماعي يا إسراء. فهمتي؟ حلو. آه، تمام. أنت من خلال على عمل. فكرة ممكن انك تكوني صريحة، يعني في الذكاء الاجتماعي ممكن انك تكوني صريحة، هو هذه الفكرة. انا مش ضروري اني اكون مثلا لطيفة معك طول الوقت ولا اكون مؤيدك طول الوقت عشان اسمى انني انا ذكية اجتماعيا. لا، انا ممكن اعارضك، وممكن الفكرة ما تعجبني، وممكن انني آم، ما اتقبل. اوكي؟ لكن آه عشان أنا فاهمة الحالة النفسية اللي أنت فيها مثلا، ولا أنا فاهمة شخصيتك ولا الباك جراوند، أعرف أوصل لك في الفكرة بطريقة أنت تتقبليها. فهمتي؟ من غير ما أخذ منك ردة فعل عكسية ولا دفاعية ولا هجومية. أي الفكرة هي أنت فاهم هذا الشخص كيف قاعد يفكر، ممكن حتى تبتعد عن هذا الشخص إن أنت فاهمه، يعني هذا من ذكي. ممكن ممكن ممكن. يس، ممكن. طيب، قصص من خلال يعني عملك مع النساء التطوعي اللي ذكرتيه بأول الحلقة، فهل الذكاء الاجتماعي يعتبر وسيلة للمرأة ممكن تدافع فيها عن نفسها؟ في أي حالة يعني.
يعني في يعني حالة، عشان تتجنب التعنيف مثلا. شوفي ممكن النساء يتعرضون بالحياة إنه يتعاملون مع أشخاص ممكن يكونون لطيفين فعلا أو ممكن يكونون متلاعبين. فهل الذكاء الاجتماعي أو المرأة اللي تتحلى بالذكاء الاجتماعي تقدر تفهم سلوكيات هذا الشخص، فتعتبر هذه مثل وسيلة تحمي بها حالها بنظرك يعني؟ شوفي، هي أي مرأة آم، تتعرض للتعنيف أو الاستغلال، آم، يعني المسؤولية بتقع دائما على المعتدي مش عليها. أوكي. فالذكاء الاجتماعي أحس أنه بيساعد المرأة على أنه تخرج من دائرة التعنيف بسرعة. أوكي. حلو. بس ما بيمنعها أنها تتعرض لا للاستغلال العاطفي ولا الاستغلال النفسي ولا التعنيف. على فكرة في نساء كتير ذكيات اجتماعيا بيتعرضوا لهذه المشاكل، لأن منين غنجيو نهضروا على الشخصيات المعنفة غنجيو نهضروا على الإنسان اللي عنيف بالطبيعة، ولكن ممكن نهضروا على الشخصيات السايكوباتية. أوكي. انتي ممكن عندك حلقة يعني أخرى يمكن على النرجسية يا إسراء، فما حبش أحرق. بس الشخصيات السايكوباتية، الناس النرجسيين، الناس الحديين، الناس المتلاعبين، الكنترول فريكس، هادو ناس حتى ممكن يكونوا أذكى منك اجتماعيا، أذكى من هذه المرأة اجتماعيا، فممكن تقع في الفخ. بس الفكرة أنك أنت لما تكوني ذكية اجتماعيا تستطيعي أنك تخرجي من هذه الدائرة. أوكي. لكن لما تكوني يعني عندك ضعف في الذكاء الاجتماعي بتضلي بتحومي في هذيك الدائرة، فما تستطيعي تخرجي منها. ليش؟ لأنك أولا ما تقدري تميزي أن في تلاعب. أوكي. بالضبط. في الخجل الزائد، ولا في هذيك صعوبة أنك تقولي لا على الشيء اللي بيشجع هذاك الشخص اللي قدامك أنه يتجاوز معك الحدود. في الشخص مثلا المرأة اللي عندها ضعف في الذكاء الاجتماعي بتكون عندها ثقة سريعة ومفرطة في الشخص اللي قبالها على الرغم أنه لا يستحقها. في أيضا موضوع أن النساء اللي عندهم ضعف في الذكاء الاجتماعي بتلاقيهم أغلبهم بيطبعوا السلوك، يعني they normalize العنف. بتقول لك أن خلاص ما العنف طبيعي، ولا العنف مؤقت، ولا فترة وحتزول، ولا عادي، ولا كان مش في موده والحين يعني راح يرجع لموده. ترضى بالواقع يعني. وفي حتى منهم اللي بيحسوا بالذنب عند الاعتراض، يعني ولا التعرض للعنف، تحس ان هي المسؤولة. في ناس قاعد بيقدوا انهم يعني يمشيوا بعيد، يعني يحاولوا انهم ينهوا حياتهم ولا كذا. مش حابة اقول الكلمة عشان ما يتبنى هذا اللايف. طيب. بس عشان فاهمين ان هم السبب في كل هذه المشاكل، وهذا ممكن يجي من ضعف الذكاء الاجتماعي. هذا اللي اقول لك الفرق الوحيد اللي ممكن يحصره الذكاء الاجتماعي ويخليك انك ممكن تخرجي من هذا الدائرة في وقت في وقت اصغر. بس هل هو يمنعك من انك تتعرضي لهذا الشيء؟ لا ابدا، لا ما يمنعش، ما هو فيش لا ابدا. يمنع ممكن. لكن يحد أو يقلل يعني من هذا الخطر. زين، شنو أكثر شخصية خطيرة يجب أن تنتبه إلها النساء لتحمي حالها؟ يعني كمرأة تكون ذكية اجتماعيا، بالنسبة إلها أكثر شخصية خطيرة من الرجال. في شخصيات كتير يعني تكلمنا عليهم، قلنا المتلاعب، في الشخصية المسيطرة اللي هي الكنترول فريك، في الشخصية النرجسية، في نرجس. الشخصية العنيفة حتى ولو نفسيا. ترى على فكرة التعنيف النفسي أصعب من التعنيف الجسدي، فهمتيني؟ لأن يعني الصراخ، الإهانة، كسر الأشياء، هذه المسائل هذه بتأثر يعني على النفسية وصعب التعافي منها. يعني الإنسان بيتعافى جسديا بس النفسية بتكون أصعب في التعافي. في الشخصية المتلاعبة، في الإنسان اللي ما بيحترم الحدود. على فكرة هذا الموضوع عميق جدا لجينا نتكلموا عليه ونتكلموا على احنا الشخصيات بشكل ونصير مبسط يعني. سايكوباتيا. بس بخلاصة هم هادو يعني أي شوفي
الفكرة أن أي شخص كما كان أي شخص بيسلبك هالثلاث أشياء: الأمان، الكرامة، والحرية، هو شخص خطر. برافو. أي شخص يسلبك الأمان، الحرية، والكرامة هو يعتبر شخص غلط، بغض النظر على نفسيته ولا على الباك جراوند ولا على عنده مشاكل ولا على عنده اضطرابات شخصية. بغض النظر على كل هذا يصنف إنسان خطر بالنسبة لك، إنه راح يستنزفك نفسيا وراح ياخذ من جهدك. وصدقيني إنه صعب على النساء إنك تتعافى من أمور هادشي. طيب أنت ذكرتي إنه بعض النساء ممكن يعني يكون عندهم سكوت على هذه المعاملة من هذا الأشخاص اللي ذكرتيهم، مثلا النرجسي أو المتلاعب، أو من الأمور اللي يتسببون بها بالأذى للنساء. فكيف يكون السكوت مجرد خوف، أو ممكن يكون هو ذكاء اجتماعي بأي موقف؟ يعني بأي موقف ممكن إنه الإنسان يكون بسكوته هو ذكي اجتماعيا في أي حالة؟ لا شوفي، أنا ممكن أسكت عشان I want to avoid the conflict، أوكي؟ ولا عشان أنا مدركة أن الشخص اللي أمامي مثلا متوتر، ولا ممكن أنني أخذ رد فعل عكسي، ولا فقط ترفعا. فهمتيني؟ عشان في ناس تحب تاخذ منك ردة فعل عكسية، أوكي؟ فأنت لما ما تعطي ردة الفعل بيكون ذكاء من الإنسان. برافو، هو هذا أقصده. بس أيوة، بس إمتى بيكون خوف؟ لما تكوني أنت بالطبيعة إنسانة ما تعرفي تقولي لأ فتسكتي، أوكي؟ تكوني إنسانة صعب عليك تقولي لأ، صعب عليك إنك تحطي حدود، صعب عليك إنك تاخدي قرارات. وفي ناس كده، في ناس ما بتعرف تقول لأ للأسف، فهذا بيتسمى خوف. فمن هون ممكن أن أهم شيء لهذا النساء أو لهذا الإنسان in general ممكن يكون، على فكرة، والعنف مش مقتصر على النساء، في رجال كمان بيتعنفوا. أكيد، بس أنا قاعدة أتحدث عن النساء من باب يعني أنت هذا عملك كمتطوعة. صح، صح. بس على فكرة الأهم حاجة هو إن الإنسان يغير قناعته عن كلمة لا. أوكي؟ هي أنك تقولي لا مش معناه أنك أنت إنسانة سيئة، أوكي؟ هو فقط معناه أنك إنسانة تحترمي حدودك وبتحترمي وقتك. يعني حلو. لازم أنك توزي أولوياتك هي الأولى، لأن كل كلمة نعم ولا يعني بعض المرات حتى السكوت هو علامة الرضا يا إسراء. كل كلمة نعم بتقوليها على حساب نفسك هي لا على شيء مهم في حياتك، على أولوية أنت يعني you sacrifice، وهذا حلو. غلط، يعني هذا ظلم في حق النفس. حتى نختم موضوع المرأة وعلاقتها بالذكاء الاجتماعي، يعني بالأخير هل كل امرأة قوية هي ذكية اجتماعيا؟ لا، مو شرط. مش كل امرأة قوية هي ذكية اجتماعيا. شوفي، القوة ممكن تعني أشياء مختلفة: قوة الشخصية، أنك تكوني مستقلة، أنك تكون عندك صلابة نفسية، أوكي، أنك تقدري تتحملي تاخدي قرارات صعبة. بينما الذكاء الاجتماعي هو مقتصر على مهارة محددة تتعلق بأنك تقري الناس، تقري مشاعرهم، كيف أنك تديري العلاقات، كيف أنك تتواصلي بمرونة. خليني أعطيك مثال. آه، أنا أعطيك مثال على أن القوة لا تساوي الذكاء الاجتماعي. إيمان قسم ونصيب سيزن 3، أوكي؟ مثلا إيمان قسم ونصيب إحنا ما نختلف على إنها شخصية قوية. ليش قوية؟ لأنها ما بتخاف تقول لا، عشان هي إنسانة بتحط حدودها، فهمتيني؟ عشان بتاخد قرارات. لكن مشكلتها أنها بتفتقر للسلاسل الاجتماعية، أوكي؟
ما كاينش الذكاء الاجتماعي. ف م- ما تقدر انها تربط علاقات. هي شيء سيلف سنترد، هي بتشوف نفسها انها هي المحور، فتلاقيها ما عندها هذاك التعاطف. حتى مم. الصراحة بعض المرات عندها بتوصل إلى أنها تكون جارحة، فهمتيني؟ فهنا عندنا مثال ديال امرأة قوية، لكن شي ما غاديش نقول أنها مش ذكية اجتماعيا، بس تفتقر للسوشيال سكيلز. بالضبط. بس أحسنتي المثال، يعني فعليا هي إيمان امرأة قوية، بس فعلا هي ما نجحت يعني بالعلاقات، علاقات. ما إيه، كونت والدليل العلاقات ما الودية. ضلوا معها. صح، والدليل أنها ما ضلوا معها علاقات. يعني هي تقدر أنها تبني لينك يعني مع الناس، بس مش هذاك العلاقة اللي كتكون صادقة وطويلة ومبنية على الثقة على أمد. فهمتيني؟ هي علاقات لحظية، عشان فعلا هي تفتقر لهاد الجزئية هذه، مع العلم أنها فعلا يعني كقوة هي شخصية قوية. صح. طبعا كنت حابة أسألك عن فرح، لأن نعتبرها فرح من الشخصيات القوية، بس أنتي ما تابعتي الموسم الأول. نرجع بعدين نعم. للمشتركين، عندنا فقرة. خلينا نطلع شوية من جو العنف والمرأة وندخل بهذا الموضوع الرقيق اللي هو موضوع الفن. هل الفنان هو فعليا ذكي اجتماعيا لأنه يقرأ الأفكار؟ شوف، هو الفنان ما بيقرأ الأفكار يعني حرفيا، مهم. بس بيقرأ الناس. أوكي. هو ايه ممكن تصنفيه ذكي اجتماعيا عشان بيلاحظ تعابير الوجه، لغة الجسد، عنده تعاطف عالي، ممكن يفهم مشاعر الآخرين حتى لو مش بالكلام. هو بيلتقط الإشارات، يعني مثلا نبرة الصوت، الصمت، التردد. بيتخيل حتى أنه بيسرح في خياله شو ممكن هذا الإنسان يكون، يعني how was his day، يعني شو ممكن يكون مر في حياته عشان يكون يعني بهذه الحالة النفسية، ولا بهذه الحالة يعني اللي بتخليه يعني في هذه النفسية يعني الحالية. فهذا بنسميه تعاطف. هو الإنسان يعني الفنان in general مهم. تعاطفه عالي، عنده الذكاء العاطفي عالي، وبيتبعه الذكاء الاجتماعي عشان قوة الملاحظة. فبتلاقيه يعني كأنه شيء فطري هيك بيتداولوا. على فكرة أنا كنت بساوي شيء، مهم. كنت as a kind of exercise، كنت أروح الكوفي شوب، أحب أخذ القهوة وأحط نظارات الشمس. مهمة نظارات الشمس يا جماعة، ما تنساوهمش، عشان احنا you don't want to look like a stalker. كتحطي السان جلاسز وبقعد أشرب القهوة وأشوف الناس. حلو. آه ايه تعرفين الناس. it is fascinating. يعني الناس يعني عجيبين. البشر، والله البشر عجيبين. فكنت بس أقعد أشرب قهوة، أحب أشوف، يعني تشوف هذاك الإنسان اللي بيدخل مثلا وبيروح دايركتلي عشان to order his coffee. هل لما بيضحك الابتسامة بتوصل لعينيه ولا ما بتوصل؟ ولما بيروح يجلس، هل البوستر بتتغير؟ يعني الجلسة بعد المرات بتلاقي إنسان بيوردر الكافي وهو بيبتسم وبيضحك للناس، بس لما يقعد في مكانه بتشوفي أن حركة الأكتاف بتكون مقوسة، فهمتيني؟ وأنه بيدخل في حالة من التعابير اللي هي ديال اللاوعي ديالو، اللي بتبين على المشاعر يعني الحقيقية ديالو. لما فقط بيجي أي شخص قدامه بيسلم عليه بتتغير كومبليتلي، بيدخل الوعي في الموضوع وبيتغير حركة الجسد، وتلاقيه بيصحح الجلسة تبعه وبيصير يبتسم كأنه 2 دقايق ما شفتيه انتيا في هذيك الحالة. لما بيكونوا 2 جالسين مع بعض بتشوفي الانتراكشن بين هاد الناس. هل النظرات بتكون يعني متبادلة؟ هل في mirroring؟ يعني هل أنا ببدل يعني بعيد يعني أكرر نفس الحركات ديال الجسد
كدليل على الاهتمام، ولا الناس بتشوف يمين ويسار وبتشوف في ايديها عشان هي مشغولة؟ هل في تحريك ديال الرجل من التحت؟ هل في تشابك ديال الايدين؟ كل هذه المسائل بتخليك تفهمي هل اليوم هم جالسين مع بعض عشان مستحملين بعض وطفشانين من بعض، ولا فعلا هم مهتمين ببعض. وهل هذاك الإنسان اللي كان جالس ويشرب القهوة لوحده، هل هو فعلا هذاك الإنسان اللي كان مبتسم وفرحان لما خد القهوة، ولا هو فعلا هذاك اللي جلس وكان هم الدنيا نازل عليه 2 minutes ago، بس هو ما بيحكي، إنه هو ما حكى لي. بس لما بتلاحظي بتفهمي، لما بتلاحظي بتشوفي التغيير لما بيكون اللاوعي وفجأة الوعي بيدخل في الموضوع. فجأة عقلك بيقول لك لا، you are in social situation، أنت في جو اجتماعي، لازم تصحى ولازم تلعب الدور اللي أنت لازم تلعبه. ف يا هو كنت أحب يعني أعمل هذه المسائل، يعني kind of exercise، ولا لما بحب أرسم بروفايلز ولا كذا، حلو. أحسه حلو. مم. شوفي، يعني هو الفن يعلمنا التعاطف، يعني يعلمنا معنى الإنسانية، هذه التفاصيل. حتى ينعكس هذا الشيء على تعاملنا مع الناس. دائما تشوفين الفنانين عندهم هذا الروح. لكن هسألك سؤال: أيهما أصعب، يعني قراءة لوحة وتحللها، أم قراءة إنسان وتحلل شخصيته؟ يعني تحليل لرسمة أو لوحة، أم تحليل شخصية إنسان؟ أكيد الإنسان بدون منازع، أكيد. السفر. شوفي، اللوحة ثابتة، أمم. يعني كل اللي موجود أمامك سواء الألوان، الخطوط، الأسلوب، اللون، الضوء، الظل، الحركة، كل هذا الشي باين. ف ما متغير، صح. يعني ثابت، هو ثابت، يعني أنك ممكن تشوفيه وممكن ترجعي وممكن تتأكدي من استنتاجاتك. بس الإنسان غير، الإنسان أصلا متغير، مش ثابت، معقد. يعني مش ممكن تشوفيه في لحظة واحدة. حتى أنا لما بتكلم لك اليوم عن لغة الجسد وعلى الملاحظة وعلى اللغات يعني الغير لفظية، الإشارات الغير لفظية وكل هذه المسائل، آه، مش ممكن انك تشوفيها في لحظة واحدة. هي ممكن انك تعمل استنتاجات خفيفة، اوكي، لكن لما تقعدي مع الانسان مرة واثنين وثلاثة، يعني it's build up، يعني بينبني، فبتبني يعني النظرية، يعني صلبة على الشخص اللي مش ممكن انك تشوفيها. عشان كمان الانسان فيه طبقات، يعني هو كائن معقد لدرجة إن فيه طبقات جدا. إحنا عبارة عن صدمات حياة، عن تجارب شخصية، بالضبط. عن ممكن مواقف. تروماس، ممكن مواقف، ممكن إيجابيات، ممكن سلبيات، ممكن تيكس، فهمتي؟ بعدين هذا هو الإنسان متغير مع قراءة المراحل. الإنسان تحويلها مم. أصعب. م? الإنسان متغير مع المراحل العمرية، مع الظروف، مع البيئة، فأكيد هو أصعب أكيد، قراءة شخصية أكيد، الإنسان. صح، مهم. صح. ذكرتيني أيام ما كنا نحلل الرسمات نقرأ أيوه. الرسم، والله كان شي الزمن حلو. الجميل. أي. تخيل حلو. أبسطنا. طيب. شوفي، عندي أسئلة سريعة، يعني إجاباتها مثلا نعم أو لا، أو يعني كلمة مختصرة. مهم. مستعدة؟ أيوه. حلو. آه الصراحة الزائدة، هل هي ذكاء؟ إذا لم تطلب، إذا لم تطلب وإذا مش بأسلوب حلو، لا مش ذكاء، هي وقاحة. حلو. طيب، هل التجاهل غباء؟ لا، التجاهل ذكاء صراحة، لأنك لما بتوصلي إنك تتجاهلي الإنسان فأنت بتتحكمي في عواطفك، وإنك تتحكمي في عواطفك في حد ذاته قوة. فلا، هو ذكاء، تجاهل. تجاهل ذكاء. طيب، الطيبة ضعف؟ لما بتكون على حساب نفسك ضعف،
لما بتصير طيب لدرجة إنك توصل للليفل ديال people pleaser وتيجي على حساب نفسك، فهو ضعف. طيب، التعاطف الزائد هل يعتبر خطر؟ أيوة، أيوة. كيف؟ إذا تعاطفتي، أهم حاجة في الإنسان هو التوازن. أنا لازم ألقى توازني، لازم أكون متعاطفة، يعني empathic but not over empathic. يعني لو وصلت أني أكون متعاطف زائد، فأنا ما ححط لنفسي حدود، فأكيد أكيد هو ضعف، وحكون يعني عرضة لأي استغلال عاطفي. حلو. طيب، ليس كل من يبتسم صادق، صح أم خطأ؟ صح، صح. الابتسامة فيها أنواع، في الابتسامة الصادقة اللي بتوصل لعيون، في الابتسامة اللي ما بتوصل لعيون. آم، في كتير، في أنواع من الابتسامات يعني، بس مش أي ابتسامة معناها صدق. طيب، الذكاء الاجتماعي هل هو نوع من التلاعب؟ شوفي، الذكاء الاجتماعي هو مادة أخلاقيا محايدة، يعني الإنسان يستعملها في الخير أو في الشر على حسب هو مبادئه وسلوكياته. حلو. فهمتيني يا إسراء؟ يعني ممكن أن الإنسان يكون ذكي اجتماعيا، بس بيستعمل هذا الذكاء مثلا عشان يستفيد في عمله ويحفز تيم ويساعد البيئة ويشتغل في بيئة حلوة وصحية. وفي ناس ذكية اجتماعيا راح تقرأ مثلا إسراء، راح تعرف دوافعها، راح تعرف مخاوفها، وراح أستعملها ضدك عشان مثلا منافسة عمل، وعشان أنا أبرز نفسي أكثر منك. فصراحة هو الموضوع يعتمد على سلوكيات الشخص. بس إذا سألتيني عن رأيي إسراء، أنا أي واحد يستعمل الذكاء العاطفي عشان الذكاء الاجتماعي عشان يتلاعب على الناس، فالموضوع نابع عن نقص داخلي. هذا الإنسان عنده نقص، لأن الإنسان الناجح بيحب النجاح لغيره، بس الإنسان اللي عنده نقص بيستمتع بفشل الغير. يعني في أشخاص يستخدمون الذكاء هذا الاجتماعي بالشر، أكيد، يعني بأمور شر. أكيد، أكيد. هو أكيد. هو هو مادة ولا أداة أخلاقيا محايدة، أنت راح تستعمليها على حسب سلوكياتك وأخلاقك. إذا سلوكياتك حلوة وأخلاقك حلوة حتستعمليها بطريقة حلوة، إذا أنت أخلاقياتك وسلوكياتك مش حلوة راح تستعمليها بطريقة مش حلوة. مسألة مبدأ، إنسان ومبدأ. أيوة، طيب، صح. الشخص اللطيف يستغل أكثر؟ إذا ما بيحط حدود لنفسه، إيه. بالضبط. يعني شوفي، هو في فرق بين الإنسان الطيب واللطيف أكيد. احنا قلنا الطيبة ضعف إذا تم التمادي بها، يعني ممكن يستغل. الشخص اللطيف كيف تفسرين إنه ممكن يستغل أكثر؟ شوفي، أم، إذا أنا لطيف مع الكل فأنا أستغل. إذا أنا لطيف مع الناس اللي تستحق واللي تبادلني نفس اللطف، فأنا إنسان لا، ما راح أستغل، لأني إنسان بحط الحدود لنفسي. فهمتيني؟ فاللطف مثله مثل الطيبة، لازم يكون انتقائي. أنا ما يصير أنني أكون لطيف مع كل الناس، حتى الناس اللي ممكن أنها تأذيني، ولا الناس اللي ما بتبادلني نفس اللطف. فهمتيني يا أسرع؟ يعني هنا يدخل الذكاء الاجتماعي بهذا الموضوع. يعني الإنسان اللطيف أو الطيب إذا كان عنده ذكاء اجتماعي فراح يعرف كيف يستخدم لطافته وطيبته مع أي أشخاص. يعني يقرأ الناس ويعرف مين اللي يكون بدائرته أو محيطه حتى يكون لطيف أو طيب معهم. أكيد أتفق. طيب، الفنان يعتبر أذكى اجتماعيا عن غيره؟
ممكن نقول كده إيه، ممكن يعتبر أذكى اجتماعيا من غيره، بحكم أنه آم، يعني ملاحظة الناس ولا قراءة الناس ولا فهم مشاعر الناس it's like a second nature عنده، يعني كأنها طبيعة تانية بتجيه بدون مجهود. طيب وآخر سؤال، الرسم هي لغة المشاعر؟ بما أنه أنت رسم. أكيد، طبعا 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 والله هي لغة المشاعر. وفي رسومات كتير على فكرة على مر التاريخ كانت يعني سببت في أن الناس جاتهم لحظة إدراك، يعني على الأشياء اللي ساووها يعني عاطفيا، يعني لمستهم عاطفيا. الفن in general سواء كان في الكتابة، في الرواية، في الرسم، في السينما كإبداع. لا إيه. حلو، طبعا كان ودي أنه نعرض لك رسوماتك يا قصص، بس للأسف ما موجودة عندك. إن شاء الله مرة ثانية، يعني هذا موضوع الفن والله يستحق يعني موضوع كامل. احنا تكلمنا عن الذكاء الاجتماعي، على تأثيره بالعمل، على المرأة، بالفن، دخلنا بهواي يعني كثير فروع أو تفرعات. خلينا نتكلم عن الذكاء الاجتماعي. أنت ذكرتي كثير عن لغة الجسد وتكلمتي عن حسين المشترك. هل مهم. لغة الجسد هي أصدق من الكلام؟ أكيد أكيد أكيد، هي أصدق بكتير يعني من الجسد. ليش؟ لأن الجسد هو اللاوعي. آم، يعني في ناس يعني بتقدر انها يعني تتحكم في اللاوعي ولا العقل يكون حاضر يعني في الكلام، بس الجسد ديالك عمره ما يكتب. يعني آم، في كاتب اسمه بول إيكمان. اوكي، هذا مم. الكاتب كان كتب كتاب اسمه Emotion Revealed. شو قال إن الوجوه لا تكذب أبدا، المشاعر الحقيقية تظهر على الوجه قبل أن يسيطر عليه العقل. أوكي، ف ممكن احنا نصنفه مثلا لغة الجسد على مراحل. أوكي، مثلا العيون. أوكي، يعني مهم تشوف يعني نظرة العين، هل الإنسان بيشوف فيك مباشرة؟ إذا هو بيشوف فيك مباشرة فهذا الإنسان مهتم وبيستمع لك. إذا هو بيهرب بنظره كتير فهذا الإنسان مثلا هو متوتر، ولا في شي مش حابب يقوله، ولا في شي بيخفيه. إذا هو بيرمش كتير ممكن تكون دلالة على الكذب على فكرة. أوكي، فإذا قريتي مثلا هذه الحركات ممكن تعرفي تتعاملي مع الإنسان. يعني إذا ما كان بيشوف فيك مثلا أو بيناظر لك يعني straight، ممكن أنك تنقصي من الكلام أو تغير الموضوع. وإذا هو مهتم بالعكس ممكن أنك تكملي أو توسعي الفكرة. في كمان وضعية الجسم، في الجسم اللي بيكون مفتوح، يعني حتى الإيدين ما بتكون مغلقة يعني قريبة للجسد، فهذا الإنسان بيكون مرتاح يعني واخد سبيس. أوكي، وفي الشخص اللي بيكون جسمه مايل للوراء أو بعيد، هذا إنسان مش مرتاح، يعني هو حاطط معاك حدود. أو الإيدين لما بتكون مغلقة، يعني مربع إيديه ولا شيء مثل هيك، فهذا يعني بوزيشن ديال الدفاع أو ديال الانغلاق. مهم. فأجين إذا كان الشخص مثلا منغلق ممكن أنك تتكلمي معاه بهدوء، يعني تنقصي التون تبع الفويس ولا نبرة حلو. الصوت. وما تحاولي انك تضغطيه عشان هو في الاساس منغلق، فانا لازم اني اتعامل معاه بطريقة انا مش حاباه يزيد ينغلق، انا حاباه انه ينفتح. اوكي، منفتح. ايوه. برافو. أم... الايدين كمان، الانسان مثلا اللي بيحرك ايديه كتير وهو بيتكلم فهو انسان متحمس، اللي بيخبي ايديه فهو انسان مش واثق من نفسه من نفسه ولا بالضبط. عنده يعني قلة ثقة. اوكي،
الإنسان اللي مثلا بيمسك شيء، مثلا بيشده قلم، هاتف، فهو توتر. صح. ف again ممكن انك تتعامل مع هذا الاشخاص على حسب لغة جسدهم. يعني أم، يعني اذا هو ماسك مخبي ايديه، انت خلي ايديك باينين، انت اعطيه الثقة. اوكي. او ممكن انك تنقصي من سرعة الكلام اذا كان الشخص متوتر ولا بيشد على شيء، عشان انا لو سرعت في الكلام انا حزيد اوتره وهو اصلا متوتر، فانا لازم انقص سرعة الكلام عشان اهديه واخليه انه ينزل كمان في التون عشان نقدر ان احنا نتواصل. وما دي امثلة بس اللي فور شور هو ان جسدك هو اللاوعي، واللاوعي دائما صادق ما بيكذب. طيب، يعني لغة الجسد تخلينا نفهم ممكن أي شخص من حركات جسده، يعني تجاهل لغة الجسد تسبب قلة في فهم الناس في العلاقات. لكن السؤال ماذا لو طبقيها. غابت؟ نعم، م? بقول لك أكيد ماذا أنت لو. لازم تطبقيها مع الكلام، لغة الجسد لازم تتطابق مع الكلام، يعني أنا أقارنها مع الكلام هل هي مطابقة. إنسان متوتر مثلا وبيلعب بتليفونه وبيتكلم بسرعة، فأنا فاهمة أن هذا الإنسان كلامه وحركته متطابقين. بس إذا حركته وكلامه مش متطابقين، هنا هذا الإنسان مش صريح معايا. أوكي. إذا هو مش صريح معايا أنا حبحث عن الصراحة في طريقة تعاملي معه. هذه هي الفكرة يا إسراء، بس عشان توصل. برافو عليك. طيب السؤال اللي يطرح نفسه يا قصص، ماذا لو غابت لغة الجسد؟ يعني مثلا بس احنا بالسوشيال ميديا تحديدا على التيك توك اغلبنا مجرد اصوات، يعني احنا مجرد جيستات وصوت، ما يعني لا وجود للغة الجسد. اذا غابت لغة الجسد هل نبرة الصوت تكشف اكثر من الكلمات والحركات الجسد اللي تكلمنا عنها؟ إيه ممكن. شوفي، لما ما بيكون لغة الجسد حاضرة، هذا مش معناه انك مش ممكن انك تقري الناس. لا، وممكن يعني الملاحظة بتكون هنا محصورة على شو؟ على نبرة الصوت. مثلا إذا نبرة مرتفعة ولا مشدودة، معناه أن الإنسان متوتر ولا عنده غضب مكبوت. ممكن النبرة الهادئة ولا البطيئة ممكن تكون ثقة ولا بعض مرات تعب. التغير المفاجئ في النبرة يعني أن في موضوع حساس، أو الإنسان بيكذب أو خايف من شيء. إذا كان الضحك زائد ولا مصطنع في وسط الكلام، بيبين لك أن الإنسان بيحاول يخفي مثلا توتر أو عدم ارتياح وأنتوا بتتكلموا في موضوع معين. إذا الكلام سريع، فهو مثلا يا إما الإنسان قلق يا إما الإنسان حابب أنه يسيطر ولا يهرب من السؤال. أوكي. إذا في مثلا توقفات طويلة، ف الإنسان ممكن أنه بيحاول أنه يصيغ جواب آمن. أوكي. ولا ممكن أنه يكون متردد. فكل هذه الأشياء تعطيك مثلا نبذة يعني عن كيف أنك تتعاملي مع الشخص بس من خلال صوته. في فرويد، لا تعرفوه يعني، أكيد الكل بيعرف مين هو فرويد. قال شيء على أن كل ما نقوله ليس بريئا، أن اختيار الكلمات، طريقة التعبير، حتى الأغلاط الأخطاء اللغوية ممكن أن تكشف يا إما على الرغبات المكبوتة يا إما بعض المرات على الصراعات النفسية، أو حتى المخاوف ولا الدوافع الخفية. أشهر حاجة كان قالها هي الفروديان سليبس واللي معروفة، أو زلات اللسان الكاشفة، أو بالفرنسي ممكن عشان الناس اللي ثقافتها فرنسية تفهمها، هي لي لابسوس ريفيلاتور. أوكي. أوكي. فهاد زلات اللسان هي الأشياء اللي مثلا ممكن الشخص يقولها عن غير قصد ظاهريا، بس تعبر عن فكرة أو رغبة لا واعية. أوكي. في كمان
من غير زلات اللسان في اللي كنسميوه الاجترار اللفظي أو الاجترار اللفظي العكسي. يعني الإنسان لما بيعيد أمور بطريقة قهرية. شوف أحسن مثال غنعطيه لك على الاجترار النفسي العكسي هو شربل قسمة ونصيب. حلو. شربل قسمة ونصيب إذا انتبهتوا الكلام في اللايفات غتلقاو انه بيستعمل هذا الكلام، بيستعمل الاجترار اللفظي العكسي. يعني ديما لما بيتكلم بيقول لك انا زلمه، انا قد حالي، انا كذا انا كذا، انا تربيه امي، انا احترام النساء، انا هادي انا هادي. فالموضوع مش في انه يقول الكلام، الموضوع انه هي كلمات بتنعاد بطريقه قهريه، مش في سياقها، مش في الموضوع، وبطريقة مبالغ فيها. فلما بتكتر هذا الكلام شو بتبين لك؟ بتبين لك على أن الإنسان يعني اللي بيقوله هو عكس اللي بيشعر به. فالموضوع ديال الاجترار اللفظي العكسي مثلا اللي بيعملوا شربل مثلا لما بيكون بيتكلم، أنا مثلا كشخص أحاول أقراه من صوته حفهم أنه إنسان عنده ثقة مهزوزة في نفسه. اوكي، فهو اذا عنده الثقه المهزوزه في نفسه بيحاول انه يعوضها بانه يعطيك اخلاقيات عاليه اللي هي ما تتطابق مع الاشياء اللي فعلا بيحسها. حلو. في يعني كتير ناس كده على فكره، اذا انتبهتي وسمعتي الناس هتلاقي، يعني بعد تتعودي على الناس تلاقي ان في ناس، انا بس هذا مثال ديال الشرب، بس تلاقي ان في ناس بيستعملوا هذه بس بطريقه مختلفه او بالفاظ مختلفه او الفكره مختلفه، بس بيستعملوا هذه المسائل. يعني احنا بالإمكان إنه نقرأ مشاعر الشخص من صوته فقط. هذا شيء أنا اكيد آمن به أكيد. ممكن. طيب الذكاء الاجتماعي بغياب لغة الجسد يعتمد على معنى الكلام أو على الطريقة اللي يقال بها هذا الكلام تحديدا؟ على الكل، على الكل. شوفي، على الطريقة، على النبرة، على الاختيارات اللغوية، مم. آم، على السكوت. بعد المرات ترى السكوت أبلغ من الكلام. أوكي، فكل هذه المسائل لازم أنك تمسكي كل هذه المسائل ياك وتحطيهم في سياق معين وتربطيهم مع الكلام كأنك بتحللي. أوكي، بتشوفي هل اليوم اختيار الكلمات، النبرة ديال الصوت، الطريقة اللي بيتقال فيها، السكوت اللي بيستعمل، الاختيارات اللغوية، هل هي فيها تطابق مرتبطة ولا في خلل في الموضوع. فهنا بتفهمي شنو هو الطابع اللي غالب على هذا الإنسان، وبتعرفي كيف انك تحلي شخصيته بس من صوته. حلو. أوكي. قصص يعني أعطيتينا شرح كافي ووافي، ما شاء الله عليك ومعلوماتك. تكلمنا عن الذكاء الاجتماعي، قراءة الناس، النبرة، الإشارات، لغة الجسد، عمق الفهم للأشخاص بشكل عام. هذا كله شفناه. وممكن من خلال تجربتك في تحليل برنامج قسمة ونصيب ممكن ننتقل إلى هذا الموضوع. وأسألك بداية كيف دخلتي العالم تحليل قسمة ونصيب، حتى ممكن ناخذ أمثلة لأسماء بعض المشتركين ونستخدم كل هذا اللي تكلمناه بشكل عملي. بس بداية أسألك إنه دخولك لعالم تحليل قسمة ونصيب كيف كان؟ صدفة أو والله أو مخطط إلى، يعني تكلمينا بشكل عام. لا لا والله ابدا صدفة. شوف انا دخلت يمكن في سيزون 2. مهم. أم، بس صراحة انا كنت كشوف البرنامج على اليوتيوب. اوكي، ودخلت التيك توك ووقعت على لايف يعني ديال قسمة ونصيب. ضربنا اول لايف كان لايف البومبات، وقعت على لايف بالصدفة. فقعدت اسمع وقلت يا هاد الناس هادو بيحللوا الموضوع، طب ما الموضوع ممتع، اطلع انا كمان واعطي رأيي. خلاص وطلعت وعطيت رأيي.
فمن هناك يعني دخلت المجتمع قسمة ونصيب ولا بديت، بس كان طيب فعلا ممكن تذكرين أي محظوظ. لايف دخلتي ايه أول؟ ايه لايف البومبات. ايه لايف البومبات بتذكره، هو لايف مغربي اسمه لايف البومبات حلو. سيزون 2. طيب وأول شخصية حللتيها تذكرين أي مشترك؟ آه لا والله ما أذكر أي شخصية ما حللتها. في، بس إنه بشكل يمكن عام. بالموسم الحلقة، الثاني. ايه ممكن تكلمنا على أحداث الحلقة بصفة عامة وكذا، بس ما أظن أنني حللت شخصية في ذاك الوقت. لا، بس بعدين كنت حللت الشخصيات بس مش هذاك الوقت. طيب تجربتك تحليل الشخصيات بالبرنامج أصعب من تحليل الشخصيات بالواقع؟ آه يا حلقة يا أحمد، أظن الحلقة 15 أو شيء مثل هيك. حلقة 15. تحليل الشخصيات في البرنامج أو في الواقع؟ مهم. مم، لا، أحس في الواقع. بالواقع في أسهل؟ الواقع. لا، أصعب في الواقع صحيح، أصعب. مفهوم. لا في أصعب الواقع أصعب. أكيد. إيه، في البرنامج أسهل. أي لأنه مركزين على كل شيء بالبرنامج، إنه بالواقع بالضبط، أكيد. إنك أي موسع. تعيدي، إنك تعيدي ممكن إنك تنتبهي، ممكن إنك تشوفيهم في different context، يعني لأنك بتتابعيهم لمدة شهر كمان، فهمتيني؟ هم شهر التصوير ولكن إحنا كنتبعوهم لمدة 3 أشهر ولا ما أعرف شو، فبتشوفيهم في different context، فبتعرفي كيف يعني أنهم بيتعاملوا. بس في الواقع لا، في الواقع إلا إذا كان الأشخاص يعني زملاء عمل ولا مدير شركتك ولا ناس في يعني من عيلتك ولا كذا، صعب يعني أنك تحلليهم. مش مستحيل يعني، بس لازم واحد الاستمرارية. صح. طيب الذكاء الاجتماعي اللي يعني ما شاء الله أنت متعمقة بهذا الموضوع وكونك فنانة، هذا ساعدك إنه تفهمين سلوك المشتركين أسرع وبشكل أدق من غيرك؟ لا صراحة كل المحللين خير وبركة، أنا أشوف أن كل واحد عنده نقاط قوة يعني بيعتمد عليها في التحليل. بس أنا بحب أربط يعني ما يقال ما لا يقال. بعض مرات بشوف لغة الجسد، بحب أقارنها يعني، أحب أنني أدخل في هاد التفاصيل عشان أشوف فعلا شو هي طبيعة هذا الإنسان، ولا شنو هي شخصيته، ولا شو اللي بيخفي، ولا شو الحقيقة اللي أنا ما بشوفها، عشان هو كمان هم معرضين للكاميرات 24 ساعة، فأنا ما بنتظر منهم أن مهم. وعيهم يعطيني الحقيقة. بس الوعي لما بتقارنيه باللاوعي أكيد بتاخدي منهم الحقيقة يا إسراء. حلو. هتخلينا نجرب قصص، نجرب خبرتك بكل اللي تكلمناه كان كلام نظري. إذا نحول إلى تطبيق عملي، وأذكر لك أسماء بعض المشتركين، وأطلب منك يعني وصف لكل شخص، آه، حتى إنه أنت تحللين كتحليل بناء عن ذكائك الاجتماعي، بناء على لغة الجسد وكل هذا اللي تكلمناه والتون تبع الصوت. مستعدة؟ تفضلي. أوكي. بس طبعا بالأول أحب يعني أخبر الموجودين إنه هذه الأوصاف أو التحليل اللي راح تتكلم قصص هو تحليل يعني من انطباعها للمشتركين، لا هو حكم ولا هو إساءة، يعني لا حد يزعل من عندنا. أوكي، يلا نبدأ. أول شي وجدان. أوكي، شوفي، هي وجدان إنسانة، هي تعرف يعني شو حابة في الحياة، يعني تستعمل طاقة الجد في حياتها. أم، فتعرف يعني شو حابة، وهذا الشيء مميز بالنسبة للسن ديالها. بس الشيء اللي ممكن تلاحظيه في وجدان، أن كل علاقاتها سطحية، ما تعرف تبني
علاقات عميقة مع الناس. وممكن هذا الشيء تشوفيه حتى في لغة جسدها. وجدان لما تكون بتتكلم مع شخص دائما بتاخد بوزيشن لوراء، وأن بتغلق إيديها. والناس لما بتتكلم هي ما بتعمل فيجوال كونتاكت. إذا تركزوا معاها في البرنامج بتشوفوا أنها ما بتشوف الشخص، أنها بتشوف شيء تاني، ولا الفوق ولا الجنب ولا كذا. ما بتعرف تبني، ما عندهاش هذاك اللينك اللي بتبني بيه، يعني عندها lack of skills، وعندها مشكل في التعاطف. يعني هي شوية self-centered بس على هدوء. هذه هي مشكلتها. فأظن أن أكتر حاجة لازم تطورها وجدان في نفسها هي السوشيال سكيلز. لازمها أنها تشتغل على السوشيال سكيلز، عشان البريتي ادفانتج ولا البيوتي ادفانتج هي شيء ما بيدوم في الحياة. فهمتيني؟ هي إنسانة مثابرة، بتعرف شو تحب، بتشتغل عليه. فلازم خصوصا مدام أنت في مجال الفن ولا في مجال السوشيال ميديا، لازم لك أكيد أنك تشتغلي على السوشيال سكيلز تبعك. يعني إذا حبيت إنه توصفين وجدان بثلاث كلمات، شنو توصفيها قصص؟ صعب في 3 كلمات، بس ممكن أقول أن آه، في، أنا ما غاديش نسميه غرور، بس في قلة تعاطف في الموضوع، بس في كمان هدوء. في سيطرة على المشاعر، مهم. وفي قلة تعاطف. ما عندهاش تعاطف صراحة، يعني لازم تشتغل على تعاطفها. طيب، ننتقل من وجدان إلى اسم الأغلبية يعني يحبوه، اللي هو علي جبار. كلمينا عنه. شوفي، علي جبار هو المثال اللي عطينا قبيل، ما عرفتش تكلمنا عليه ولا لا. بس آم، تعرفي الفرق بين الإنسان الاجتماعي والإنسان الذكي اجتماعيا؟ أوكي. علي إنسان اجتماعي، يعني إنسان ودود فريندلي، ويعني ممتع. he's fun to be around. أوكي. وممتع إنك تكوني جنبه. في نوع من الاستعراض كمان عند علي جبار، تحسي إنه يحب الأضواء تكون عليه، بيستعرض شوية في هذا الموضوع. وهذا بتلاحظيه في لغة الجسد دياله. هو دائما لما بيجلس علي جبار بياخد المكان، بياخد سبيس. يعني يعني حركات الجسم دياله مفتوحة، دايما ايديه بعيدة عن جسده. فياخد يعني بوزيشن انه واثق من نفسه، انه واخد سبيس، وانه متمكن. مشكلته مسيطر. الوحيدة مشكلته الوحيدة علي، في البرنامج، عشان أنا أكيد ما بعرفوش برا البرنامج، بس في البرنامج أنه he can't work under stress. ما يعني تحت الضغط آه، آه، بيفقد التعامل، يعني بيعلى عنده التوتر تحت الضغط. وممكن شناها في الحلقات الأخيرة ديال علي جبار، أنه خلاص لما خلص تصوير والإنسان بدأوا يتعبوا نفسيا وكذا وكذا، هو خلاص صارت عنده الانفعالات زائدة، لأنه هو إنسان ما بيعرف يستعمل تحت الضغط. بس ممكن هذه الأشياء تتغير عشان مجال التمثيل، وعشان يعني الإنسان بيكبر والإنسان بيتعلم. فراح ممكن أن هذا الموضوع راح يتطور عنده، يعني أتنبأ أنه ممكن أنه يتطور عنده. بس في البرنامج هذه كانت نقطته، لازم أنه يتعلم يشتغل تحت ستريس. حلو. أعطيك اسم أيمن. شوفي أيمن، خلينا نكون صريحين، هو أبدا 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 مش شخصية adapted للرياليتي شو. أوكي. أنقول لك ليش. لأنه ما بيستطيع انه يتغير، يعني ما بيتقبل التغير. اوكي. ما بيتأقلمش، ما عندوش المرونة باش انه يتأقلم على التغير. and he's very
uncomfortable in social situation. يعني كيفاش نقولها، يعني في تحسيه المواقف مو الاجتماعية، في مرتاح. المواقف الاجتماعية هو مش مرتاح. مش مرتاح، أي بالضبط. فتحسيها لما بيكون مثلا في نقاش وهو لازم يتدخل فيه. إذا لاحظتي لغة جسد ديال أيمن غتلاحظي إنه هو القسم الأمامي ديالو ممتد، بس مش ممتد أكتر من اللازم. أوكي، يعني في بوزيشن ديال أنني خلاص، يعني إني أنا مسلم الموضوع، مستسلم للموضوع. زائد أن دائما ما بيشوف الإنسان في وجهه. لما بيكون بيناقش الإنسان بيكون بيشوف تحت أو بيشوف في الجنب، بس ما بيبص للناس في عينيهم. وكمان حركات رجله، كتشوفي أن رجله لتحت، يعني يا إما بيلويها يا إما بيحركها. وهذا كله بيتبين لك على أن الإنسان متوتر، على أن الإنسان مش مرتاح في السيتويشن اللي هو فيها، ولا عارف يتأقلم مع الوضع اللي هو فيه. يعني أبسط النقاشات بتخلي أن أيمن يتوتر. أوكي، وأن تصرفاته لغة الجسد ديالو يعني تترجم يعني بهذه الطريقة. فأكيد هاد الشخصيات ما كتكونش يعني ملائمة للرياليتي شو. طبعا برافو، يعني فعلا أيمن دائما يعطيني انطباع إنه هو مو مرتاح، يعني دائما خلال البرنامج تحسيه مو مرتاح، متقيد فعلا، يفتقر للمرونة تمام. بما أنه ذكرنا أيمن خلينا نذكر إيمان. إيمان، شوف إيمان، تكلمنا عليها. إيمان هي الديفينيشن ديال إنسانة قوية، شخصية قوية. أوكي، علاش؟ عشان تعرف تعطي حدود، تعرف تقول لا، تعرف تاخد قرارات صارمة. بس مشكلتها مثل مشكلة وجدان، بس على أعلى شوية. أوكي، وجدان ما بتعرف تتعاطف، بس هي بتنغلق على نفسها. أوكي، وبتضل هادية. بس إيمان ما تقدر انها تتعاطف مع الناس. هي مهتمة، يعني شي سيلف سنترد، مهتمة بمشاعرها هي، بتشوف هي احاسيسها، هي شو بتحس. هي غير مدركة الاحاسيس ديال الناس اللي جنبها، فلهيك ما تقدر تربط علاقات طويلة الامد مع الناس، ولا علاقات يعني اللي فعلا متينة. بس في نفس الوقت بتلاقي، شوفي البوزيشن، هي عندها حركة البادي لانجويج ديالها يونيك ديال ايمان. ديما كتلقاي الذقن ديالها عالي، فهمتيني؟ فهي شويه بوزيشن ديال العجرفه. بعض الاحيان ممكن تاخديها ديال العجرفه ولا ديال الانا الاعلى. فهذه هي مشكلتها. يعني مثل وجدان، هي لازم تشتغل، لازم تزيد. وجدان لازم تشتغل على السوشيال سكيلز. احس ان ايمان لازم تشتغل على التعاطف اكتر. لما تتعاطف حتنقص من الهجومية، ما راح بالضبط، تصير هجومية. هذه نقطة جدا مهمة. طبعا أنا دا أشوف الكومنت والله بعد تحليلهم حلو للشخصيات، دينجر، عبد الله، دا يعطونا مختصرات حلوة فعلا. أي هجومية دينجر إيمان. طيب خلينا ناخذ اسم مميز، شخصية يعني هي ملفتة، اللي هي فيدال. ايه، فيدال. فيدال الشخصية القيادية. بس تحسيها، تعرفي قبيلة لما قلتي لي الذكاء الاجتماعي هل ممكن الإنسان يستعمله يعني سلبيا أو إيجابيا؟ مهم. أنا أحس أن هي من النوع اللي بتستعمله سلبيا. يعني هي إنسانة ذكية اجتماعيا على فكرة، وعندها الليدرشيب. يعني تحسيها حتى في البوستر. يعني أغلب الوقت لما تشوفي فيدال واقفة، هي أصلا واقفة في بوزيشن اللي هي ستريت، تلاقي أن أكتافها راجعين لورا، فهمتيني؟ يعني مستقيمة. ودائما تحط إيديها على خصرها، كتكون ايديها الاثنين على خصر. على فكره هاد الايدين على الخصر هي بوزيشن ديال القياده ولا اثبات السلطه. تحسيها عند اصحاب الشرطه، عند مديرك في العمل، فهمتيني؟ الناس ديال الشرطه دائما لما بيوقفوا بيحطوا ايديهم على خصرهم،
ولا المدير لما بيكون بيتكلم معاك، خصوصا لما يحب مردود، تلقاه الايد على الخصر، عشان هي بتثبت السلطة، تحسيها انها كده هي قيادية. بس مشكلتها ان ان هي تستعمل الناس اللي حواليها كأداة. وهنا يدخل الذكاء الاجتماعي السلبي. انا بالنسبة لي الناس اللي جنبي مش أصدقاء أكتر ما هم أداة لنجاحي أنا. يعني لما تكون ذكي اجتماعيا إيجابيا، أنت بتنجح بس حابب أنك تجر معك الناس، أنكم تنجحوا سوا، فهمتيني؟ لأن التعامل الفعال بيخليكم أن أنتوا تكون عندكم مردودية فعالية. بس لما تكون ذكي اجتماعي بطريقة سلبية، لا، أنت تحب تنجح بس على حساب الناس مش مع الناس. هذه في ذا باختصار. حلو. بالكومنت بيضيفوا لك أنه هي سيطرت على تامر وسيدة، مثل أنه يعني تحت إيدها فعلا هي عندها حب السيطرة، يعني هذا هي استخدمت الذكاء الاجتماعي. حتى في لغة جسدها، حتى الإيدين اللي على الخصر والبوزيشن اللي ستريت والذقن اللي مرفوع ديما كتكون، ولا الجلسة اللي كتكون جلساها، هذه بوزيشن ديال القيادية. أصلا كتلاقيها غير عند أصحاب الشرطة ولا عند المدراء ولا عند كذا، ولا عند السياسيين في البيكس، يعني كيكونوا يعني الاجتماعات الكبيرة وكذا، دايما بياخدوا نفس البوزيشن عشان يثبتوا السلطة ديالهم. أوكي، نروح للشخصية اللي قبل الأخيرة اللي هي تامر. تامر أغرب شخصية. تفضل تكلمي لنا. والله تامر أغرب شخصية، أقول لك ليش. تامر من يوم بدأ البرنامج ليوم انتهى، ولا مرة أحس أن البادي لانجويج اللي بيستعمله بيوافق الدور اللي هو بيأديه، ولا مرة. أنا كنت فهم الناس اللي كيقولوا عليه أنه هو ممثل. ليش هو ممثل؟ عشان أنت داخل مثلا بشخصية أنك أنت البيس ميكر، ولا أنت اللي بتعمم السلام في الناس وبتفك النزاعات، بس في نفس الوقت كل الوقت هو واخد بوزيشن دفاع. حتى لما هو بيحل النزاعات هو رابط إيده في بوزيشن دفاعية وانطوائية وبيتكلم. يعني كيف أنت منطوي وانت حاول وانت جاي عشان يعني تصلح ولا تفك نزاع؟ الموضوع غريب، فهمتيني؟ الفكرة أنه لما بيضحك تامر، ما عمري ما شفت ان الضحكة ديالو بتوصل لعيونه. على فكرة ضحكته ما كتوصلش للعيون. وين اكو مرة انا شفت تامر ضحكته كانت فعلا ابتسامة حقيقية، ابتساماته بتبقى حابسة يعني في الفم، ما بتوصل لعيونه. وهذا فعلا يعني موضوع غريب. فبيعطيني انطباع ان كل اللي شفناه منه في السيزون 3 وفي السيزون 4 هو بعيد كل البعد عن شخصيته الحقيقية، ولا مرة أعطاني شخصيته الحقيقية. والمؤسف في الموضوع أنه حتى لما بيجي بيمثل تامر، هو ممثل يعني سوري على يعني مش حابة أكون شوية قاسية في الكلمة، بس حتى في التمثيل هو ممثل فاشل. لأن بالضبط. إيه يعني باش تمثل مدة شهر كامل وانت البادي لانجويج ديالك في قمة التناقض مع الدور اللي انت بتعطيه، فهذا هو فشل. طيب قصص، بما انه تتفسرين لغة الجسد، اني اسألك ليش دائما تامر مكتف ايده لما يتكلم، يضمهم هيك لبعض، يدفع. عشان هو مش مرتاح في هذا السيتويشن، عشان هو لاعب دور. شوفي هو بالضبط. بيلعب دور مش دوره. هاد انا مش انا، المكان ده مش مكاني. هو في الحقيقة إذا جيتي تاخدي رأيي أنا هنقول لك أنه هو في الحقيقة إنسان بيخلق نزاعات، فهمتيني؟ أنه مش إنسان يعني مؤدب في الكلام طول الوقت، أنه مش إنسان عنده إخلاقيات عالية ومبادئ عالية. فهو لما بيجي بيمثل هذا الدور بيحس نفسه أنه هو منزعج، لأنه مش هو، فهمتيني؟ هو لا، هو لما بيشوف صراع بيقول لهم يلا go kill each other، ما همني في الموضوع. فهو داخل البرنامج بيحاول انه يبهر مشاهدين، فبيمثل هذا الدور
بما انه متناقض، اللاوعي ديالو بيقول لي امسك ايدك كده وحمي نفسك، عشان انت مش طايق نفسك وانت بتعمل نفسك بيس ميكر. دنجر يقول مجبور. فعلا مجبورة ايوه تحس. كأنه مجبور، يا صح يا دنجر، مجبور. تمام. نروح من تامر الآخر اسم اللي هي ندى. شوفي ندى، ندى نقيض تامر. شوفي ايوه، لانه انسان عصبي، صح يا سناء، هو انسان عصبي مش هادئ مثل ما بيبين تامر. شوفي ندى نقيض تامر. ندى على فكرة عندها ذكاء عاطفي عالي جدا، وبتشوفيه في لغة جسدها. اوكي، شوفي دابا المثال اللي عطينا ديال تامر، انه هو انسان عصبي بيحاول يمثل انه هادئ، فلغة الجسد ديالو بتخونه وبتعطيني العكس ديال الشيء اللي هو بيحاول يعبر عليه. بس ندى she's not faking it. ندى لما بتحاول انها تخلق، انها تحل نزاع، بتحسي انها بتلعب على نبرة صوتها، نبرة صوتها بتنزل، حتى انها بعض المرات بتنزل عند الانسان وبتحاول انها تلقط النظرة، ان الانسان يشوف ليها في عيونها. اوكي، عشان تقدر انها تتواصل مع الانسان. مهم. تتواصل آه، بلغة العيون أحس لما تتكلم. لان الناس لما تصرخ بتلاقيها هي بتنزل التون، فهمتيني؟ عشان انا اجبرك انك انت تنزل عندي وتهدي. عندها ثبات انفعالي، فهمتيني؟ واظن ان ذاك الذكاء العاطفي ديالها هو اللي ما خلاني اني اصدق موضوع الغدر والقوه، اللي صراحه هي ما عمرها ما قالته، بس طلعوا به الفانزات، فهمتيني؟ يمكن ضحيه مؤامره يعني لتفسيد الترند، بس الحب والمشاعر لا، لأن إنسانة ذكية عاطفيا بحال ندى مستحيل، مستحيل أنها تكون بلعت التمثيل الفاشل ديال تامر. مستحيل. أنا بالنسبة لي مستحيل تبلع تمثيله الفاشل. بس هل هم ممكن عملوا عليها مؤامرة بعدين عشان يفشلوا ترند؟ إيه ممكن جدا، ممكن تكون هذه هي ضحية مؤامرة، بس مش ضحية حب ولا مشاعر ولا كذا. أنا صعب أنا أصدقها، لأن إنسانة بهذا الذكاء العاطفي ما بتوقع في هذا الفخ، في هذا الفخ فهمتيني؟ العبيط ديال تامر يعني، وهو أصلا ممثل فاشل. هو أصلا ممثل فاشل صح. طيب قصص، يعني راح أطلع عن الأسماء اللي أنا اختاريتهم. طالبين من عندك فارس وآدم فيولا، قادرين تتكلمين عنهم؟ أه، بس نرجع نركز لك. بس أنا فارس، أحس فارس شوية مثل تامر في شي أمور، فهمتيني؟ يعني في البرنامج هو كمان لغة جسده تحسيها أنها بتناقض الأشياء، فهمتيني؟ يعني هو بيحاول أنه يتكلم مثلا بهدوء مع الشخص ويبين مع الشخص، بس في نفس الوقت كل لغة جسده مقفولة، فهمتيني؟ فهذا بيعطيني انطباع كمان على انك مش ذاك الانسان مثلا اللي عطيتيني في البرنامج، على انك انسان هادي وانسان كذا وانسان كذا. لا، هو فيه شوية ديال التسلط، فيه شوية ديال ال- كيفاش اقصد، فيه العصبية يعني، مختلف تماما يعني على الشخصية. ما كنتكلم على السيزون 2 عشان احنا اصلا السيزون 4 ما شفنا منه والو، بس في السيزون 2. آه، آدم، والله آدم ممثل برو ماكس فيك. يعني منو يتنافس بالمركز الأول، هو ولا تامر؟ ممثل، والله أن هم بيتنافسوا على المرتبة الأولى. آدم وتامر بيتنافسوا على المرتبة الأولى صراحة، في التمثيل. هم فعلا ممثلين يعني برو ماكس، وتحسيهم تمثيل كرنج وفاشل وغير مطابق مع لغة جسدهم، وحتى لما بيحبوا بيأفوروا في الموضوع، فبيصير الموضوع باين يعني جدا. شوف الكومنت يقولون ثامر ممثل المثالية وآدم ممثل الرومانسي. ايوه صح صح يا فيولا، صح. اي بس بيختاروا انه ثامر نمبر 1، ولا والقسم قالوا انه
آدم نمبر 1. المهم الاثنين ممثلين. طيب، أيوة. أنا عندي طلب إنه عباس ذكر اسم نوران. نوران الموسم الثالث. والله شوف، والله أن نوران كانت أصدق واحدة فيهم في البرنامج. إيش صح. إلى أنا كنهضر لكم من وجهة نظر، من وجهة نظر الكلام اللي تكلمنا عليه قبيل على الذكاء الاجتماعي. إذا أنتم حابين نحن نعمل تطبيق على الشخصيات، ما أتكلمكمش على وجهة النظر يعني ديال البرنامج، بس هي كانت أصدق وحدة في البرنامج. يعني شوف، وجهها كان عبارة عن مرآة، اللي مم. بتقراه في وجهها بتقوله بكلامها. فهمتيني؟ يعني she's not faking it. ما كتحسيش عندها ديك القيود الاجتماعية، هي بتفكر في شيء ما بتبلعه بتقوله، وما فيش تناقض أبدا، مثل البادي لانجويج مثل الكلام. فأحس فعلا أن نوران كانت أصدق شخصية على مدار قسم ونصيب. هي لذلك ما تمت بالبرنامج لأنها صادقة، يعني فعليا ما قدرت تمثل. صح. مهم. أظن احنا يعني تعبناها القصص، ما نقدر بعد ناخذ أسماء. خصوصا يا نور، روبي خط أحمر حاليا. هي ومرتضى. خلونا عن روبي ومرتضى يا جماعة. أي. أوكي. تعبتش أنا قصص اليوم، يعني أخذنا لا، الحديث. ما شاء الله ما استمتعت. حسيت على الوقت. وما شاء الله بالكومنت متفاعلين. قاعدين يذكرون آية تونسية شربل، ما أعرف تحبين تتكلمين عنهم؟ شربل أنا تكلمت عليه قبيلة، مهم. تكلمت على الموضوع ديال أي خير. الاشترار اللفظي العكسي. مم. الفقط انه عنده تكرار في الكلام قهري، يعني بيعيد كلام معين. فيني اساس انه انا رجال، انا زلمة، انا قد حالي، انا كذا، انا احترام المرأة والمرأة، وانا الوحيد اللي هذا، وتربية امي. هذا الكلام كما شرحته قبيلة لما بيكون مش في سياقه، اوكي، وبطريقة مبالغ فيها، بيبرهن على العكس. فهمتيني؟ هذه نظرية في العلم النفس، يعني فرويد كتقولك ان الكلام لما بيكون بطريقة قهرية ومشي في سياقه وبطريقة مبالغ فيها، مش ما بيتطلبها الموقف، فهو بيبرهن على العكس. وفي حالة شربل ممكن انه يبرهن على ثقة مهزوزة في النفس، ولا بالعكس على انه انسان ميزوجيني، يعني انسان عكس هذاك الشيء اللي كيقول انا بقدر المرأة، بس هو ميزوجيني، هو عنده نظرة دونية للمرأة. فهذه هي الفكرة. حلو. طيب إذن احنا يا جماعة تعدينا على الوقت، وقصص يعني تعبناها بالشرح. ما أريد أكون طماعة أكثر، ممكن يكون عندنا لقاءات ثانية أو موضوع ثاني. اليوم تكلمنا عن اللي ما حضروا من البداية عن الذكاء الاجتماعي، هو هذا أساس الموضوع، وأخذنا الموضوع لتحليل شخصيات قسم ونصيب. الذكاء الاجتماعي بشكل عام هو الفهم أو فهم الأشخاص قبل الحكم، أن ننتبه للكلمة، لنبرة الصوت، لغة الجسد، وأحيانا الصمت قبل أن نكون أي رأي. اليوم حاولنا نوضح كيفية هذه المهارات، وكيف أنه تأثر بعلاقاتنا، بعملنا، طريقة قراءتنا للأشخاص. طبعا شكرا لك قصص، يعني على حضورك المميز، مشاركتك. شكرا على المتابعين الموجودين والدعم. طبعا كانت هذه ساعة بودكاست مع إسراء، ونورتيني يا قصص، كان لقاء جدا ممتع بصراحة. ف تكلم يا قصص، بس طبعا تفضل نهاد. حبيبتي يا إسراء، وأنا اللي استمتعت فيك واستمتعت بالحوار. استني نهاد. لك اجي لكم لقاء ممتع، ايش بيكم؟ بس انت ما تبطلين هاي الفرنسيه تتكلمين، وسبيت مبابي ديشامب كلكم سبيتهم. لا لا والله لا. لقاء ممتع واسراء كذلك ممتعه. ولو انا ما احب هذه الحوارات، احب الاكشن، لكن والله انتم يعني شخص يستمتع من يستمع لكم.
الله يوفقك يا اسراء، وان شاء الله من التيك توك القنوات، يا رب ادعي لك لا من كل شكرا، قلبي. لا مو لهالدرجة. خلينا على التيك توك. لا والله احنا تستاهلي اصدقاء تستاهلي، وصحاب بالعكس خلي يعني. عندك طموح. الله شكرا والله، يوفقكم ان نهار شاء تسلم. الله. يلا. أنا صراحة استمتعت يا إسراء، أنتي محاورة جيدة وجميلة حبيبتي قصص. وكان الحوار معك والله، كانت الحلقة ممتعة جدا، حتى أنا ما حسيت بالوقت صراحة. لا لا انا شكرا حسيت. لك، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا على المقدمة الجميلة اللي مثلك، وشكرا على الكومنتات الزوينين للناس اللي بعرفهم والناس اللي ما بعرفهم، كل الناس اللي أخذت من وقتها وجات واستمعت لنا في هذا البودكاست، وممكن خرجت باستفادة من الموضوع. شكرا لكم من القلب. ثانك يو إسراء حبيبي. حبيبتي قصص، والله نورتيني، وانتي انسانة انا جدا اعزك، وبصراحة شخصيتك دائما لها تأثير والك حضورك، فما شاء الله عليك، واستفادينا من المعلومات. واخذنا الكلام والله بصراحة، يعني استفاديت من كل كلمة. تحليلك للشخصيات اتمنى ان تستمرين يعني بالموسم الخامس، نشوفك، نشوف تحليلك للشخصيات. مبدعة بصراحة. ما عندي شك لأن أنتي فنانة وأني أحب الفنانين تعرفين. فشكرا قصص حبيبتي، نورتيني، وإن شاء الله إن لقاء ثاني. بنورك حبيبتي، أنا أستأذن منكم. شكرا لكم جميعا، شكرا إسراء. باي باي. حبيبتي نورتينا، مع السلامة.